إزاي توازن بين العبادة والمذاكرة في رمضان؟ وإزاي تقدر تركّز وأنت صايم؟ وإيه أفضل وقت للمذاكرة في رمضان؟ وإيه هي أفضل الطرق اللي تقدر تقسّم بيها وقتك أو تنظّم بيها وقتك عشان تحقق التوازن ده؟ حابب برضه أنوّه في أول الفيديو كده إن أي نعم أنا في كلية الطب، بس الروتين اللي أنا هاتكلّم فيه دوّة ينفع لأي حد، اللي ينفع لو حد بيشتغل وعايز يوازن ما بين الشغل وما بين الصيام والعبادات، لو حد في أي كلية تانية وعايز يوازن ما بين المذاكرة والعبادات. مش بس الروتين ده حكر على طلاب طب أو على أي حد بيدرس طب، أنا باحكي أنا بس من منظوري أو اللي حصل معايا، لكن أنت ممكن تاخد الروتين دوّة وتطبّقه على حياتك وتعدّل عليه براحتك جدًا، بحيث تخلّيه مناسب ليك أفضل حاجة. خلال فترة دراستي ال7 سنين بتوع كلية الطب كان دايمًا الامتحانات بتكون في رمضان. وأنا ما كنتش بصراحة متعوّد على إن أنا أبذل مجهود في رمضان، لإن دايمًا رمضان كان بييجي في الأجازة أيام حتى الثانوية العامة. لمّا كنت في السعودية كان دايمًا الامتحانات بتكون قبل رمضان وبنكون مخلّصين، فرمضان بييجي في الأجازة، فسهل جدًا عليّا إن أنا أصلّي وأقرأ قرآن أمارس العبادات بسهولة، وفي نفس الوقت مرتاح، يعني ما فيش وراك حاجة أو مسؤولية معيّنة. لكن كل ما بتكبر كل ما مسؤوليتك بتزيد، بتحتاج إنك تنظّم وقتك. بعد كده بيدخل زي ما قُلت كده الامتحانات دايمًا كانت بتكون في رمضان، فكان لازم إن أنا ألاقي حل عشان أقدر أرتّب يومي في رمضان صح. طبعًا الحل ده مش من يوم وليلة، أنا قعدت أتخبّط كتير جدًا، يمكن نُص المدة اللي هي حوالي 4 سنين، أول 4 سنين في كلية الطب. طول ما كان امتحاناتنا في رمضان ما كانش عندي الفكرة إن أنا ممكن أنظّم أو أكتشف التوقيت اللي يكون مثلًا فيه التركيز عالي، فاقدر أذاكر فيه. إزاي أتجنب الكسل والخمول، وإزاي أحافظ على طاقتي أثناء الصيام مثلًا لو أنا باذاكر قبل الفطار، وإيه هو أفضل وقت لو هاذاكر بعد الفطار. فأنا جاي في الفيديو ده أدّيك حرفيًا خلاصة تجربتي، وأوفّر عليك وقت كتير جدًا كان هيضيع وهتندم عليه بعدين، وثواب كتير جدًا كان برضه هيروح منّك. الله أعلم كان كام رمضان هيضيع من إيدك وأنت لا بتصلّي التراويح ولا ملتزم على وردك أو على إنك تقرأ قرآن. فلو الفيديو ده فادك يا ريت تعمل له شير، تدعي لي دعوة حلوة، وما تجيبش كوباية القهوة بقى عشان أنت صايم، وتعالَ ركّز معايا من غير قهوة عادي، اتعوّد تركّز من غير قهوة. أول حاجة كده لازم نعرف إيه هو الهدف من رمضان، أو إيه هو الهدف من الصوم، غير إن الغني يحس بيه الفقير وإنه يجرّب شعور الجوع. مش ده بس السبب الوحيد اللي إحنا بنصوم عشانه في رمضان، إحنا بنصوم في رمضان عشان نعوّد نفسنا أو نهذّب نفسنا، اللي هو بمعنى أصح تنتصر على نفسك وعلى كسلك وضعفك. خلّيك دايمًا مستحضر المعنى ده في رمضان، ده حرفيًا هيدّيك طاقة كبيرة جدًا وهيمنعك من إن أنت تسوّف أو تكسّل، كونك عرفت إيه هو الغرض من الصيام كعبادة أصلًا. فأنت إذا عرفت الغرض من الصيام أو الغرض من شهر رمضان، ده هيعينك كتير جدًا على إن أنت تقاوم نَفْسك، لإن هو ده الهدف أصلًا في الأول وفي الآخر. فيتحوّل شهر رمضان بالنسبة لك من شهر الكسل والأكل والوخم والنوم إلى شهر الإنتاجية والمذاكرة والعبادة، وإن أنت تقاوم فيه الكسل والضعف والحاجات دي كلها. طيب أنا وصلت للكلام ده إزاي؟ طبعًا أول حاجة أنت هتوصل للكلام ده بالبحث، وإن أنت تتعمق أكتر في فهم فضيلة شهر رمضان، وإن أنت تحاول تفهم الفلسفة ورا الصوم، ورا العبادة ذات نفسها. تاني حاجة إن أنت تبدأ تنظم وقتك، وهي دي الحتة اللي أنا جاي أركز عليها النهارده. إزاي تنظم وقتك، وإزاي تعرف الوقت اللي الإنسان بيركز فيه. في حاجات فسيولوجية كده أو ربنا خلقنا يعني بقوانين معينة إحنا محتاجين نتبعها عشان نوصل للي إحنا عايزينه. يعني كمثال عشان أقرب لك المفهوم، أنت دلوقتي لو شاري عربية، تمام، الأفضل إن أنت تصلحها في التوكيل اللي عملها أصلا، ولا إنك تصلحها عند حد هو بس يعرف عنها حاجات قليلة؟ أنت أكيد هتروح تصلحها في التوكيل أو في المكان اللي صنع العربية دي، لأنه أكتر حد عارف هي شغالة إزاي. فأحيانا بتكون الحكمة من العبادة أو الحكمة من الحاجة اللي إحنا بنعملها، إحنا عقلنا نفسه مش متصورها أو مش عارفها. فإن أنت تبحث في أصل العبادة، وإن أنت تبحث عن المفاهيم الأساسية، هي دي اللي هتخلّيك توصل للإجابة اللي هتعينك على العبادة دي. بالنسبة بقى لإزاي تنظّم مذاكرتك، أنا الفترة بتاعة الكلية ال7 سنين، أول 3، 4 سنين منهم تقريبًا كنت باضيّع رمضان، تمام. وكنت ممكن مثلًا دي بقى اللي هو أنا باصحى متأخر العصر، الساعتين اللي قبل الفطار أنت مش مركّز، الجلوكوز في الدم منتهي، فما فيش تركيز. وبعد كده بييجي وقت الفطار، وبعد الفطار الدم كله بيكون في المعدة، فبرضه ما فيش تركيز وبتحس بالوخم، وخصوصًا بقى لو تقلت في الأكل كمان، أنت حتى ممكن ما تقدرش تقوم تصلي العشا أو التراويح.
وبصراحة حل الموضوع ده في حاجة بسيطة جدا 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 بيعملوها إخواننا السعوديين. وصراحة أنا كنت معجب جدا بالروتين بتاعهم في رمضان. إن هما في الفطار ما بياكلش الوجبة الأساسية، هو الفطار بياكل تمر وحليب وسمبوسة، يعني وجبة خفيفة جدا كأنك هتفطر في يوم عادي، ويصلي التراويح والوجبة الأساسية تكون بالليل بعد التراويح. لما تجرب الروتين دوت هتلاقي ان الموضوع اتعكس معاك تماما. انت بعد الفطار ما بتضخمش، بتقدر تقوم تصلي التراويح تمارس عباداتك عادي. بعد التراويح انت عندك من الساعة 10 تقريبا لحد الفجر، يعني حوالي 5 أو 6 ساعات خالصين ليك تقدر تعمل فيهم أي حاجة بكامل تركيزك. تقدر تشرب فيهم قهوة كمان. فالفترة دي انت ممكن تذاكر فيها كتير جدا لو انت شخص بيحب يذاكر بالليل. عندك بقى الفترة من 9 الصبح لحد العصر. الفترة دي بيكون تركيزك فيها عالي جدا لو انت نايم اليوم اللي قبله كويس. فانا هقول لك بقى التركايه اللي انا عملتها او اللي انا اتعلمتها في فتره التحضير بتاع اليو اس ام لي ستيب 1. لان ضمن فتره الديديكيتد بيريود او الفتره اللي كنت بذاكر فيها لامتحان المعادله، واللي ما يعرفش امتحان المعادله هو امتحان كبير جدا، حوالي امتحان 8 ساعات وعلى الطب كله، فهو من اصعب الامتحانات تقريبا على وجه الارض، او اصعب امتحان انا احطه في حياتي بصراحه. ففي الفتره دي انا قدرت اوصل للخلطة السحرية زي ما بيقولوا، او للروتين المثالي على الاقل بالنسبة لي انا، اللي يوصلني للهدف، وهو ان انا اوازن ما بين العبادة والمذاكرة. لو هنتكلم على روتين بشكل سريع كده، وبعد كده هقول لك بمفهوم طبي كمان ليه الروتين ده حلو او ليه الروتين ده عملي جدا. وطبعا يعني الفضل يرجع لكلية الطب ان انا قدرت افهم اصلا فسيولوجية جسم الانسان بيشتغل ازاي، وان انت تأوبتمايز فسيولوجية الانسان او فسيولوجية جسمك في ان انت تخدم ده في تنظيم وقتك عشان توصل ل اكبر قدر من استغلال الوقت، وتتجنب بقى الوخم والخمول والحاجات دي كلها. اول حاجه زي ما قلنا ان الفطار نفسه هيكون خفيف، دي قاعده اساسيه لازم تعمل حسابك عليها. تاني حاجه هنتكلم فيها هو التوقيتات بتاع المذاكره. التوقيتات بتاع المذاكره مثلا انت عندك وقتين في رمضان تركيزك فيهم هيكون عالي جدا، وهتقدر تخلص فيهم الحاجات او المطلوب منك كله. وهي فتره الصبح من مثلا 9 او من 10 الصبح لحد العصر. بعد العصر انت بيبدأ نسبة الجلوكوز في دمك تنخفض جدا 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 بشكل اللي هو ايه هيكون صعب عليك انك تركز في الفترة دي. فالفترة دي انا كنت بنام فيها، باخد زي قيلولة ساعتين او 3 من العصر للمغرب لحد الفطار. الفطار زي ما قلنا هيكون وجبة خفيفة زي ما قلت كده، تمر، عصير، سمبوسة، اي حاجة خفيفة تديك طاقة وتديك باور ان انت تصلي العشاء والتراويح. بعد التراويح خلاص بقى بتتغدى الغدا بتاعك الاساسي، الوجبة الكاملة. وبعد الغدا ده مش هتحس بقى بالوخم زي ما لو فاجئت نفسك بكمية الأكل دي بعد الفطار. ليه؟ جسم الإنسان مش متعود إن هو يستقبل، يعني بعد جوع طويل جسم الإنسان لو استقبل كمية الكربوهيدرات وكمية السكريات دي مرة واحدة بيعمل بيك في الانسولين كبيره جدا. الانسولين ده هرمون بتفرزه غده البنكرياس في الجسم، وهو اللي بيساعد على امتصاص الجلوكوز في الدم وان هو يدخل الخلايا. طبعا البيك العاليه دي بيعقبها او بيبقى بعدها كراش. الكراش ده هو اللي بيحسسك بقى بالوخم والخمول والكلام ده كله. فانت لما اتقسمت او اديت لنفسك مهله، او اديت لنفسك فطار خفيف في الاول، فانت ما خدتش بيك عالي قوي، فالخمول مش هيبقى عالي. لان كل ما كان البيك والاكل كتير كل ما كان فتره الايه الديكلاين او فتره الكراش او فتره الكسل والوخم عاليه جدا. وبعد التراويح بتبدا تاكل الوجبه الاساسيه بتاعتك. خلاص انت جسمك دخل له اوريدي سكريات، جسمك مش متعطش للاكل زي قبل الفطار. فالوجبه مش هتكون اصلا بنفس تقل الوجبه اللي انت كنت هتاكلها وانت جعان بعد الفطار. لان برضو في كونسبت تاني او في حته تانية طبيه ان جسم الانسان بيحس بالشبع متاخر. الستايتي سنتر او الجزء المسؤول عن الشبع في الدماغ على ما بيستقبل الجلوكوز في الدم بعد حوالي ربع او تلت ساعه من الاكل. فانت اول ربع ساعه انت بتاكل ومش هتحس بالشبع مهما اكلت، ممكن تاكل كتير جدا وما تحسش بالشبع. في حين انت ممكن تاكل حاجه صغيره بس تقوم تعمل حاجه تانية وتستنى الربع ساعه دي، ساعتها تحس بالشبع، تحس نفسك اتسدد. ليه؟ اديت فرصه للساتيتي سنتر او لمركز الشبع في الدماغ ان هو يحس ان في خلاص جلوكوز في الدم. فده مفهوم الفطار الصغير اللي انت هتاخده وقت الفطار. وزي ما قلنا غداك هيكون بعد التراويح عادي جدا، وجبه اساسيه فيها كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها. بعد كده دي الفتره المثاليه التانيه اللي انت تقدر تذاكر فيها، وهي من بعد التراويح لحد الفجر، وتنام من الفجر لحد 9 أو 10 صباحا
عشان تعمل الايه البلوك التاني. طبعا مش كل الناس محتاجه الوقت ده كله، انت ممكن بس تكتفي بالفتره بتاعت الصبح او بالفتره بتاعت بالليل على حسب انت وراك حاجات قد ايه. لكن انا في فتره التحضير للمعادله كان كميه المذاكره اللي بذاكرها في اليوم مش هتقل عن 10 ساعات. فعشان تذاكر 10 ساعات انت مضطر تقسمهم خمسة وخمسة. فانت بتقسم يومك بالنص بالنوم اثناء العصر، وفي نفس الوقت بتنام الفتره الاساسيه او الخمس ساعات اللي هتنامهم الرئيسيين من الفجر من الساعه 5 لحد الساعه 10 الصبح. فانت كده بقى عندي تو بلوكس اوف ستادينج، وقتين انا بقدر اذاكر فيهم بتركيز وبانتاجيه كويسه. وكنت دايما احاول الفتره بتاعت الصبح تكون المذاكره فيها في البيت، والفتره بتاعت بعد التراويح وبعد الاكل تكون المذاكره بره في اي مكان بره البيت، في كافيه او في مكان هادي تقدر تذاكر فيه. ليه؟ لان ده هيمنعك من الكسل او التسويف، او ان انت تحس برضو بوخم وخمول بعد الغداء اللي هو انت هتاكله بعد التراويح. فانا حبيت اشارككم الروتين ده اللي انا استخدمته وفعلا نفعني، لعله ينفعكم برضو وتقدر توصل النتائج اللي انت حابب توصلها في رمضان، وعشان تكون راضي عن نفسك. وزي ما قلت، مفهوم ان رمضان مش شهر الكسل ولا شهر الاكل ولا شهر النوم، هو شهر انت بتعود فيه نفسك ان انت القائد وان انت المسيطر، وان انت زي ما بنقول كده بتجاهد نفسك ديت على الطاعة، بتعود نفسك على الجلد والصبر والتحمل. كان في مقولة حلوة جدا لمصطفى محمود بتقول ان الحياة هي عبارة عن ان احنا نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. المهم ان انت تتمسك بالمفهوم اللي احنا قلناه، ان رمضان شهر الانتاجية وشهر العبادة وشهر تهذيب النفس، مش شهر الكسل والاكل والنوم والخمول. بس كده، وربنا يبلغنا رمضان كل سنة إن شاء الله، ويجعلنا من عتقائه من النار. ولو أنت حاسس إن أنت تايه بشكل عام في الحياة ومش عارف تحدد أهدافك وأولوياتك، فأنا كنت عامل حلقة في بودكاست بره الصندوق بتكلم فيها مع أستاذ عمر عبد المقصود عن حاجات مهمة جدا في حياة الشاب مننا. هتلاقي لينك الحلقة دي هنا. وبس كده.